حلوه وفي ايد بن ذكري. اول تسديده قويه على بن ذكري واول اختبار جدي بيمتحنوا كده وبيرمي بالونه اختبار وتسديده قويه لكن في ايد ادريس بن ذكري. هم بيهاجموا بعدد كتير والارتداد قليل قوي النهارده بالنسبه لهم. شوف المساحات ادي كوره وعبد الستار صبري، وعبد الستار استلم وعلى طول وناحيه الشمال وفي منتهى الخطوره والعرضيه وحسام حسن مستنيها وفي نص الملعب مقطوعه والهجمه المرتده لمنتخبنا الوطني احمد حسام واماميه عبد الستار وفرق السرعه مع يوسف روسي لكن يقف عليها عبد الستار ويستنى المسانده الهجوميه لسه جوه المنطقه عبد الستار من ناحيه الشمال ويقع عبد الستار ويقوم تاني ولا عرضيه لسه محمد عمار ولا عرضيه مره ثانيه وهوبا مش ممكن يا احمد يا حسام وحظك مش ممكن احمد حسام والعارضه تتالق وتنقذ هدف اكيد لمنتخبنا الوطني لكن الجبهه اليسرى زي ما احنا شايفين ثالث او رابع كره عبد الستار صبري ومحمد عماره وادي محمد عماره ولا عرضيه واحمد حسام وضربه راس. ادي الاعاده بنشوفها تاني مع حضراتكم ارتقاء وتيك اوف عالي جدا واحمد حسام والعارضه تتالق وبن ذكري يدخل المرمى. في على قائمه البدلاء كره من ناحيه اليمين غريب امزن ومحمد عماره وعدت ودخلت وجوه المنطقه وبرافو نادر السيد على مرتين صحيح لكن برافو. وناحيه اليمين حجي غريب امزن ولا عرضيه ويطلع نادر السيد وعبد ظاهر السقا ويلحق عبد ظاهر بدماغه كده على طول ولسه جوه المنطقه ابراهيم سعيد على طول يطلع لكن كان بيلعب في الرجاء والافريقي ولعب فتره في اتحاد جده السعودي. واحمد حسام ناحيه اليمين وبشماله حلو قوي بره رجله ويقع حسام ويقع عبد الستار والشلماني يشير باستئناف اللعب. زين الدين زيدان وادي هجمه ثانيه في منتهى الخطوره والعرضيه لكن ما لفتش لبره من حازم امام. شمال حلوه جدا لحازم امام واخد مكان كويس حازم قرب له عبد الستار لسه مع حازم وعايز يعدي حازم ويصلح حازم وعدى وتسديده يدب فوق المقص اليمين وضربه مرمى كان في المرمى الشمال. ادي الكره العرضيه وبرافو نادر السيد لعب ستار صبري في الشمال كالعاده لمحمد عماره والعرضيه وحلوه وتاني وحسام حسن هوبا مش ممكن حسام حسن وضربه ركنيه. الكره العرضيه من محمد عماره وارتقاء من احمد حسام واستلام من حسام حسن جوه ال6 يارد جوه ال6 يارده ويحطها حسام لكن تخبط سهله لادريس بن ذكري. ادي الكره مره ثانيه ادي احمد حسام عدت وحسام حسن واستلام وبيحطها حسام رايحه والله في ارتفاع قاتل لكن في الشمال طارق السعيد والجبهه اليسرى بقى طارق وعماره واحمد حسام بتاع ده. احمد حسن عبد الستار لابراهيم لعبد الستار مره ثانيه لكن مضغوط على عبد الستار. نشوف هيعمل ايه عبد الستار قطع ولا عبد الستار ودخل عبد الستار وجوه المنطقه ولسه وهو واقع عبد الستار صبري. الرقابه الفرديه سواء علينا من المغرب او على المغرب مننا رقابه فرديه ناجحه الى حد كبير جدا لغايه دلوقتي. كاماتشو ونادر السيد وانفراد وبرافو نادر السيد برافو نادر السيد يطلع في توقيت عبقري وينقذ الكره اللي فاتت دي. ادي عدت اهو من عبد الظاهر السقا وكاماتشو لقى نفسه في مواجهه نادر السيد وتخبط في نادر وتطلع تصعد جوه المنطقه. ادي عبد الستار وتصليحه وتسديده وبن ذكري يطير ويمسك. دلوقتي 36 ودخلنا 37 المنعطف الخطير اللي الهدف اللي يجي فيه ما يتعوضش ان شاء الله يكون هدفنا. 37 دقيقه على بدايه الشوط الثاني وطارق السعيد وانفراد طارق السعيد وعدى طارق السعيد ويلا يا طارق مش ممكن يا راجل مش ممكن ومحمد فاروق رايح بيزعق اهو لكن طارق السعيد اضاع الفرصه بغرابه شديده جدا. طارق السعيد يهدر فرصه تحقيق الفوز في هذا ادي الكره اهي وخطا دفاعي مغربي وطارق السعيد لقى نفسه منفرد ببن ذكري عدى كويس طارق والكره العرضيه بقى راجل محمد فاروق مستنى اهو لكن طارق يحطها في الشبكه من بره. دور على الضربه الركنيه والحكم مدي ضربه ركنيه تلعب على طول. محمد عماره ولا عرضيه وهوبا وتاني وعبد الظاهر السقا وابراهيم حسن مش ممكن